ايران وياهم، روسيا معاهم، روسيا معاهم. وهذا الكوري مينون هذا الجديد اللي ماسك 30 الحين، عاجبته سياسه ايران وروسيا، عاجبته عادي يصف وياهم. بس خلصت. يصف وياهم. وين امريكا تقدر تطنبز؟ امريكا كلها تطنبز. بس هاي الحرب العالميه الثالثه، هذه الحرب العالميه الثالثه. وامريكا الحين اقتصاديا وايد تعبانه، قاعد تمص من الخليج. هي اساسا تبي تشارك ايران مع الخليج عشان تقول حق الخليج يعني وهم قاعد يحاربون، احنا صافين وياكم ضد ايران، دفعوا فلوس اللي احنا قاعد نسويها لكم. نفس ما هم ايش كانوا يسوون؟ كانوا ونواف يبي يحطون قاعده هنا. اوكي، ما رضت الدول العربيه، استشرفوا. يعني احنا مسلمين وهم لا يعرفون، حتى لحم خنزير قاعد ياكلون. شنو صار؟ دزت عليهم البعثي هذا خو لا دين ولا مذهب، وجدي رسول الله الخايس لعنه الله عليه وين ما راح، ولعنه الله على من والاه ومن ترحم عليه، ينحشر معاه ان شاء الله. الكلب صدام دزوه هني، خذ الكويت، ايش سووا؟ حطوا قاعده الحين. فهد يتكلم. تنطق والله حذر عنها وذلك يا بابا، تنطق ما حذر عنها وذلك، والله ما فيك احد ترى. لا يقول انا اطقك اطقك. احنا قاعد ندفع لهم عشان شنو؟ عشان القاعده مالتهم. احنا قاعد ندفع لهم. تكفون قاعد عندنا هنا لا احد يعزينا. حلو؟ بس خلاص هذا اللي صار. الحين يبون يشربون لك، هم يبون يطقون ايران بكل طريقه من الطرق. مو قادرين. شو يسوون؟ خلينا نشربك يمها جيراننا، هذول البهايم 24 ساعه ما همهم الا عيرهم وكرشهم. خلينا ندزهم هناك يندفعون بقلوبهم، ندزهم نسويها مساله طائفيه دينيه اي شيء، المهم ندزهم نشربكم وياهم. من ثوره الشراوي هم يعرفون هذول الفرس مخهم زقان ترى ما يفتهمون، وقلوبهم جاسيه معروفين هم.